فندق سي بيتش اكوا بارك خليج نبأ شرم الشيخ. الفندق اصحابي حكاية كبيرة قوي من حكايات مدينة الجمال والبحر الاحمر شرم الشيخ. الحقيقة مش هينفع نتكلم عنه بسرعة، لازم نعمل عنه ريفيو كامل وناخدكم فيه ونفسحكم فيه كله عشان تتفرجوا على الجمال وروعة الخدمات اللي فيه معانا. ريسبشن الاستقبال مميز جدا وجميل جدا، مزين بفازة جميلة كده من الورود الحلوة الجميلة، واستقبال متميز من موظفي الاستقبال، وبياخدك الاستقبال لكافيتيريا الاوبن اريا الكبيرة اللي بره. جلسات في الكافيتيريا خلابة بتبص على البسينات في الشمس الحلوة، والفندق اصحابي صف اول على البحر بتاعه بخليج نبأ، وفيه الممشى الطويلة اللي احنا شفناها ديت، كمان حمامات سباحة كبيرة جدا ومتنوعة غير الخضرة والجمال اللي احنا شايفينه ده، زائد ان في مدينة كبيرة جدا من الالعاب المائية هنشوفها بالتفصيل مع بعض. اولا وعلى البسين ده البار بتاع السناكس، وعلى البسين على طول. السناكس بيبقى بعد الفطار اصحابي، بيبدأ من الساعة 11 كده 12 ويقعد لحد قبل الغداء بنص ساعة. الغداء بيبقى الساعة 1. الإقامة في الفندق أصحابي فطار غدا عشاء سناكس مشروبات. الفطار بيبقى من 7 صباحا حتى 10 صباحا. السناكس بيبقى من 10 ونص لحد 12 ونص. الغدا من 1 ل 3. العشاء من 6 ل 9 مساء. ده غير كمان ان في مشروبات طول اليوم وعصاير منعشة طول ما انت في الفندق بتشرب زي ما انت عاوز. في كمان خدمة الهارد والانكلوسيف الكحوليات عند الطلب. وبنطلع من البار بتاع السناكس بنروح على كافيتيريا تانية برضه للمشروبات المنعشة وبتقدم مأكولات ومشروبات. الحقيقة الكافيتريات والمطاعم هتلاقيها منتشرة جدا في المكان، لأن المكان أصحابي مش فندق صغير ولا على قده، لأ ده منتجع كبير جدا. احنا لفينا فيه كله عشان نوريهولكم وبنصور لكم حتة حتة من الشاليهات بتاعته. انتوا لما تروحوه هتحسوا ان انتوا عايشين في بلدة متكاملة من الجمال والحلاوة زي ما احنا شايفين كده. الطرقات بتاعتنا وفي ماكت جميل جدا لطريق كباش تقريبا او معبد انا مش عارف اسمه الصراحه عشان برضو ما اقولش حاجه انا مش عارفها. وده ده المسرح بيتم عليه كل ليله الحفلات اليوميه بعد وجبه العشاء. فالفندق كبير جدا اصحابي. واحنا دلوقتي كمان في بيتميز بالكلينيك اللي هو عياده، ودي من اهم برضو مميزاته للحفاظ على صحه الجست. احنا دلوقتي اصحابي داخلين على مدينة متكاملة من الترفيه والجمال والرفاهية، وهي مدينة الاكوا بارك. تعالوا بينا نشوفها. مدينة الاكوا بارك اصحابي داخل فندق سي بيتش منظمة جدا، متعددة، فيها اكتر من 25 لعبة، كل مجموعة العاب مع بعض متنوعة. دي التعليمات بتاعتها في الالعاب الصغيرة بتاعت الاطفال لحد 10 سنوات. في السفينة الغرقانة اللي احنا شفناها دي يعني لعبة جميلة كده، كلها مية وكلها طرطشة مية جميلة. الأطفال بيحبوا يلعبوا فيها، وفيها شخصيات كرتونية هم بيبقوا عارفينها جدا في الأفلام. ده غير كمان مجموعة الألعاب الكبيرة اللي احنا شايفينها دي، زحاليق عملاقة متداخلة مع بعضيها بتمتع الجست جدا وتخليه يقضي وقت ممتع جدا جوه الفندق. ودي مجموعة كمان تانية من الزحاليق والجندول اللي هو المدور ده. هنشوف مع بعض كل حاجة بالتفصيل أصحابي. بس ألذ حاجة إن هم عاملين الأطفال من سن 4 سنوات لحد 10 سنوات مجموعة ألعاب خاصة بيهم هم، عشان الأسرة تبقى مؤتمنة عليهم. ده البسين ده من أهم ما يميز الفندق، لأن البسين ده فيه أمواج صناعية وهو في وسط المدينة الجميلة بتاعت
الاكوا بارك. دي برضو مجموعه تانية من الزحاليق الجميله، وفيهم جنبها اللي هي مدينه الجندول زي ما احنا شايفين كده اهو، بتنزل فيها وبتلف في دايره وبتنزل على البسين. دي منطقه البسين الداخلي الانسايد. وهنا تاني ده حمام السباحه بتاع الامواج. المكان فيه اكتر من 6 حمامات سباحه متنوعه، غير القعدة الجميلة والشезлونجات طبعا على كل حمام السباحة. بس من أهم مميزاته حمام السباحة ذات الأمواج الصناعية اللي احنا شايفينه. أما الغرف بقى كلام تاني خالص، منظومة جميلة جدا من الجمال والرفاهية، من كتر حلاوتها ومنظر التراس بتاعها ما تبقاش اصلا عايز تنزل من الغرفة بتاعتك، لان انت مش محتاج حاجة. لما تطلع في الغرفة بتشوف الفندق كله بالبسينات بتاعته يعني بجماله من الغرفة اللي انت فيها. لان هم منظمين جدا منطقة الشاليهات، بحيث انها كل شاليه يبص على منطقة البسين وقطعة من الحديقة والنخل الجميل اللي احنا شايفينه بألوانه الزاهية الجميلة دي. ده غير كمان نظافة الغرفة زي ما احنا شايفين. دي الغرفة الدبل فيها التسريحة، فيها التلفزيون LCD بتاعك. فطول ما انت في الفندق متعة ورا متعة، جمال ورا جمال. هنا الكاتل المية بتاعتك كل يوم، في ميكروويف كمان عشان تسخن لو انت خدت حاجة او باتيهات او حاجة، وفي تلاجة كمان للمشروبات المنعشة. كل يوم بيتملي لك الكلام ده بالشاي والسكر والنسكافيه، عشان انت لو انت حابب تقعد في الغرفة بتاعتك تستمتع بيها. ده الحمام طبعا والدش الشاور جل بتاعك، الدنيا الجميلة. الغرفة كده يعني حياة تانية من الرفاهية والجمال. ودي نوع تاني برضو من الغرف اسمها السويت. دي اكبر شوية، بتحتوي على غرفة او غرفتين، وفيها زي مطبخ امريكي صغير وحمام جميلة جدا ومتسعة جدا. نفس الشيء برضو حمام انيق شيك، منطقة لاستقبال الضيوف. الصراحة يعني حاجة فعلا للناس اللي رايقة، حاجة فخمة تليق بيك. الفندق اصحابي قريب جدا من المطار، مطار شرم الشيخ، ويوفر خدمة الليموزين لرجال الاعمال واللي من يرغب. ده غير كمان امتلاؤه بالحدائق الجميلة، والشاطئ بتاعه رملي متميز، وهو صف اول على الشاطئ بتاعه زي ما احنا شايفين كده. ودي كافيتيريا بتقع على الشاطئ. ده غير كمان التيم انيميشن بيعمل شغل عالي جدا. هنا المطعم والديك الرومي، المطعم بتاعه متميز جدا، بيقدم مشروبات ومأكولات متنوعة خلال اليوم، من بيتزات للرز. ده بقى المطعم بتاعه الاساس الرئيسي بالوجبات الرئيسية بتاعته، من رز متنوع لبطاطس بيوريه. المطعم جميل جدا، بيقدم على مدار اليوم وجبات متنوعة كبيرة. في مطعم منه لبناني، في ايطالي، في يعني من كل بلد بيجيب لك. في طبعا اللي هو ياباني السوشي والاكلات الصينية، بيجيب لك من كل بلد عشان يرضي اذواق كل الجست بتاعه. لان الفندق اصحابي اشغاله اكتر من 70% منه اشغال اجنبي، فلازم ان هو يرضي كل الاذواق بتاعته. كل المطعم يعني بيديك تشكيلة كبيرة من الصوصات والمخلل واللحوم لوحدها، والفواكه والخضروات لوحدها. وطبعا يعني فندق كبير، المطعم كبير جدا جدا، متنوع جدا، تحتار فيه من كتر التنوع. والحلويات بانواعها بجميع اشكالها، السلطات بجميع اشكالها اللي احنا شايفينها دي، السلطات متنوعة اصلا جدا، فتحتار فيه جدا يعني من كتر التنوع بتاع الوجبات بتاعته، كلها لذيذة وشهية لانه شوفات عالمية. ده جيم في المكان بيتميز بيه المكان، وسبا عالمي برضو. ده بار على البحر بيقدم السناكس والمشروبات. وهنا في اماكن للتسلية والترفيه زي البلياردو، تيم انيميشن، وده الممشى بتاعه جميل جدا. الحقيقة الفندق فيه تيم هيكون كله في خدمتك، وهتبقى اجازتك فيه ممتعة جدا جدا، وبندعوكم لزيارته في رحلات ليه بالانتقالات من القاهرة. اصحابي في نهاية الفيديو اتمنى تكونوا استمتعتم معانا، وما تنسوناش بلايك وشير وتعليق،
والاشتراك بقناتنا كمان عشان يوصلكم منا كل جديد. دعمكم لينا بيقوينا. شكرا جزيلا ليكم، والسلام عليكم.